السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل مع حضراتكم طريقة عمل المدفون المدخن بكل تفاصيله من داخل المطعم بكل تفاصيله. يا ريت تشتركوا في القناة وتدعمونا بلايك عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا زي ما انتم شايفين كده الرزية ما شاء الله طويلة ممتازة. زي ما انتم شايفين يا جماعة الرز المدخن او المدفون المدخن، والدجاج زي ما انتم شايفين كده واخد مستوي حوالي 45 دقيقة. وبنبدأ نحط الحشو عليه. طبعا هنتكلم في الحشو كل تفاصيله وتكاته. تابعونا لآخر الفيديو عشان تعرفوا كل جديد. زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده البصل حوالي 2 كيلو بصل، والثوم معلقتين توم كبار، معلقتين فلفل أسود، ملح حوالي 3 معالق، والزيت حوالي 2 لتر حسب الكمية اللي عندي. بنبدأ نحط الزيت. أنا هعمل حوالي 10 كيلو رز بسمتي. بنبدأ نحط الزيت. طبعا لما الزيت يغلي بنبدأ نحط البصل ونقلب البصل مع الزيت زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. وبنبدأ نجهز البهارات الصحيحة بتاعتنا. بنبدأ نجهز زي ما انتم شايفين كده التقليبة دي. نقلب البصل بتاعنا. طبعا بهارات صحية زي ما اتكلمنا يا جماعة، ورق اللورا وقرفة. لازم بهارات صحية بتدي طعم للعيش بتاعنا أو الرز بتاعنا. حاولوا يا جماعة تشوفوا الفيديو للآخر عشان فيه كل التفاصيل وطريقة عمل مدخن من داخل المطعم زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. وبنبدأ طبعا البصل خد لون، دخل على اللون البني زي ما انتم شايفين يا جماعة. بنبدأ نحط التوم بتاعنا أول ما البصل ياخد لون، ونقلب البصل مع التوم بتاعنا. وبنبدأ نحط فلفل أسود. طبعا يا جماعة البهارات هنا في الرز المدفون فلفل أسود بس، مفيش حاجة بتتحط عليه تاني. طبعا ده شغل مطاعم، وطبعا احنا مش هنقدر نبخل عليكم بأي حاجة بأي تفاصيل. بعد كده لما ياخد اللون بتاعه نبدأ نحط المية بتاعتنا حسب الكمية يا جماعة اللي عندي. وآخر شيء بنحط الملح حوالي 3 معالق كبار. طبعا الملح يا جماعة لو شوف الأول لو عايزنا ملح بنحط الملح لو محتاجة ملح. بنبدأ ننزل بالدجاج بتاعنا أول ما المية بتغلي زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده. ما شاء الله ريحة المية بتاع المدفون ممتازة. بعد 45 دقيقة طبعا يا جماعة بنبدأ نطلع الدجاج بتاعنا زي ما اتفقنا في كل فيديو كده بننزله. الدجاج بياخد حوالي 45 دقيقة بالظبط عشان يبقى مستوي وناعم وحاجة روعة كده زي ما انتوا شايفين في الفيديو يا جماعة. طبعا المية بتغلي بنبدأ ننزل بالعيش بتاعنا أو الرز بتاعنا. تمام. بنديه تقليبة واحدة، ما نقلبش في الرز كتير عشان ما يتكسرش منا. طبعا حوالي 3 سنتي. ونبدأ ندخل العيش بتاعنا بالفحم والزيت زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. نسيبه حوالي 10 دقايق. طبعا بنتكلم على الحشو. طبعا البصل زي ما انتوا شايفين مقطع شرايح كده يا جماعة زي ما انتوا شايفين. وبنبدأ نحط عليه دقيق. طبعا انا بحط دقيق بس مفيش حاجة اسمها نشا الكلام ده. بعد ما يتقلب البصل في الدقيق يا جماعة بنبدأ نحط البصل في الزيت. يكون زيت سخن زي ما انتوا شايفين. شوف حضراتكم الزيت بيبقى سخن ازاي. بياخد حوالي 10 دقايق او حسب اللون. انا بطلع لون بني غامق زي ما حضراتكم شايفين كده. ده البصل بتاع المدفون المدخن يا جماعة، حاجة روعة ممتازة. وبنبدأ نطلع البصل بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده.
بعد ما خلصنا يا جماعة بنبدأ نحط العيش بتاعنا زي ما شفت أول الفيديو. عيش حباية طويلة وحباية ممتازة، كمية المية ممتازة، الملح ممتاز، البهارات الفلفل الأسود ممتاز فيه يا جماعة. زي ما انتوا شايفين الشكل كده. أنا بكلم حضراتكم من داخل المطعم. طبعا كل الشغل الموجود في المطعم بنعمل لحضراتكم. يا ريت تشتركوا في القناة وتدعمونا بلايك عشان يوصلكم كل جديد. وزي ما انتوا شايفين الدجاج بياخد 45 دقيقة يا جماعة عشان يبقى مستوي كويس. وبعد كده بنحط البصل بتاعنا اللي اتكلمنا عليه، الحشو بتاعنا اللي اتكلمنا عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.